هاي بنوتات، ازيكم؟ عاملين ايه؟ معاكم لولو من قناة لولو لايف ستايل. جايبه لكم حبة مشتريات من حاجات انا اشتريتها في شهر واحد. هبتدي اقول لكم عليهم حاجة حاجة. فيهم حاجات حلوة قوي وحاجات انا كنت بستخدمها قبل كده، وفي حاجات جديدة جربتها. اول حاجة جبتها البادي سبلاش. البادي سبلاش ده يا بنات، هو سبراي كده. بيبقى مش مضر لما بيجي على الجلد بتاعك، ما بيعملش اي التهابات ولا بيسمر الجلد ولا اي حاجه. حلو جدا. انا كنت بجيب على طول البادي سبلاش اللي هو ده بتاع فا، اللي هو اللي بيبقى لونه اللي هو الاكوا اللي لونه ازرق. وكنت مبسوطه فيه جدا، وريحته كانت هاديه وحلوه وبتعجبني، وكان بحس كده بنتعايش يعني وانا بحطه. تاني حاجة جبت البادي سبلاش ده. آه برضو بتاع فا، بس هو بالمسك. ريحته حلوة جدا، ريحة برفيوم. انا عندي بجيبه بفلوس غالية جدا وبحافظ عليه قوي وانا بحطه. فعجبني جدا، هو نفس الريحة. هحاول احط لكم الصورة بتاعته وانا بتكلم عليه. آه بس بجد لا، ريحته حلوة جدا وتحفة، من الحاجات اللي عجبتني. تاني حاجة جبتها للجسم، جبت من زبادي شوب الباتر بتاعت زبادي شوب. بصوا يا بنات، انا اللي سيبها لكم والله بسعرها، هي ب100 جنيه، وهي كانت ب195. على فكرة زبادي شوب عاملين تخفيضات حلوة قوي. الحاجات للنص تقريبا. دي حاجة من الحاجات اللي انا اشتريتها. البادي باتر تحفة حلوة طبعا، ما محدش يقدر يختلف عليها. بس لسه هروح اجيب حبة حاجات تانيين، لان انا لما جبتها كانت خلاص فلوسي خلاص كانت خلصت مني، بس هروح اشتري منها تاني. طبعا لاني انا بجيبها ب200 جنيه في الوقت العادي يعني. فطبعا تحفة وحلوة وتخفيضات، ومش سهلة ان احنا نلاقيها بالسعر ده في الفترة دي تاني. دي كانت تاني حاجة انا جبتها بالنسبة للجسم. بعد كده جبت حاجة اللي هو ده عبارة عن ايه؟ ده عبارة عن زي مثلا توب كوت كده، بس هو بيخلي من سافورا بيخلي المانيكير بتاعك يبقى اللوك بتاعه مات. انا دلوقتي هعمل سويتش وهوريكوا ايه الفرق ما بين الاتنين. آم، بصوا يا بنات، ادي السويتش. شايفين الاتنين مش زي بعض؟ واحد بيلمع والتاني مات خالص. هو انا هحاول اصور لكم صورة وانزلها على الانستجرام، لان هو هنا مش واضح قوي. بس حلو يعني، عجبني. أه بحب انا اللوك بتاع المانيكير المات، بيعجبني. فده اشتريته كان تقريبا بحوالي 25 أو 30 جنيه في الحدود دي. بعد كده اشتريت أه البلاشر ده. هو 4 ألوان، طبعا هو مكتوب عليه ماك، هو لا ماك ولا أي بتنجان، أصلا ملوش أي علاقة بماك. أه بس الماتيريال بتاعته يعني هو كوبي من ماك، بس الماتيريال بتاعته حلوة يعني. لا، خامته حلوة وخامته نظيفة. انا جبته عشان خاطر الوانه. هي الالوان باينة عندكم فاتحة، بس هي مش فاتحة قوي كده يعني. ها، برضو كده برضو لسه هي فاتحة، مش عارفة. ممكن كده تقريبا اقرب حاجة للالوان. حلوة، الوانه حلوة. انا بحب البلاشرات تكون هادية. آه، عجبني وجبته. كمان جبت انا جبت قبل كده البيوتي بلندر الاصليه. و مش انا اللي جبتها بصراحه، هي واحده صاحبتي جابتها لي هديه عشان ما ابقاش كدابه يعني. واستخدمتها وطبعا حلوه وتحفه، واو. الحاجه بقى اللي انا لقيتها هي اتبهدلت عندي بصراحه شويتين. الحاجه التانية اللي انا لقيتها زيها، يمكن اقرب حاجه ليها، اللي هي البيوتي بلندر، اللي هي بتبقى جايه هي صيني كده، بتيجي في الشنطه دي. مكتوب عليها سبونج باف. فيموس بيوتي، ماركتها فيموس بيوتي. ده شكلها.
هو انا كنت لسه عامله بيها، فهي منفوخه شويتين. فلافي قوي يعني، طريه حلوه، بتوزع حلو جدا. وما تفرقش حاجه يعني، غير حاجه بسيطه جدا ما بينها وما بين الاوريجينال. فعجبتني، وب20 جنيه مش غاليه يعني، بدل التانية بتدفعي فيها 300 و400 واسعارها كتيره قوي. الحاجة جبت ايه تاني؟ الحاجة اللي جبتها بعد كده جبت لاينر، اي لاينر. آه هو من افري بيوتي، انا مش جايباه كلاينر للعينين يعني. انا جبته عشان خاطر ده، سوري، ده شكله بيجي كده، ده شكله. وفي من جوه، بصوا هو بيجي بيعمل حاجتين، بيعمل شكل القلب ده، وبيعمل بترسميه كلاينر. هو مش وحش كلاينر، مش وحش، بس هما كاتبين طبعا لونج لاستنج ولا لونج لاستنج ولا اي بتنجان. في اللي هو دي، مش عارفه شايفينها ولا لا، نفسي تشوفوها معايا. آه بتعمل شكل قلب كده، يعني هحاول اعمل لكم بيها شكل قلب. هحاول اعمله لكم كده يا بنات واوريه لكم. بس انا بدوس دايما بتطلع يعني، بصوا انا عملته اهو. بس هو دايما بتطلع الدورية دي عشان انا بضغط بزيادة، بس هي اتعملت معايا يعني امبارح تقريبا، وكان شكلها حلو. بصوا يا بنات، اهي انا عملتها لكم اهي. ده شكل القلب اللي بيطلع، شكله حلو كيوت يعني. حلو مش وحش. الحاجة التانية اللي انا، او العشرة بقى، انا مش بعد يعني، صح. جبت الماسكارا دي بتاعة بتاعة الحواجب. انا جبتها اجرب يعني الشكل هيبقى ايه عامة، لان هي من ماركة كيس بيوتي، وفي ناس بتعترض على الكيس بيوتي. آه، فانا جبتها اجربها شكلها ايه. انا عامه ما يعني للوك، لما في لوك للعين كده ساعات بتحسي ان هو بيبقى عايز الحاجه بتبقى فاتحه شويه. جبت اجربها واشوف، اشوف عامه الماسكارا بتاعت الحواجب دي تبقى حلوه ولا وحشه معايا. آه، يعني عملت بيها، مش عارفه، انا مش قادره لسه اظبطه، ولما هظبطه واحكم عليها بشكل صح هقول لكم، هطلع اقول لكم. الحاجه كمان اللي انا جبتها، انا برضو فرش بتاعت الميك اب الموجوده عندي بهدلت شويه، فجبت فرش جديده. هي التقليد بتاع سيجما. هي بتيجي في الجراب ده، اوكي. وده شكلها. آم، وهي بتيجي متغلفه كده في الكيس ده. شعرها ناعم وحلو وكويسه بصراحه يعني. انا استخدمتهم، جربت يعني، وجربت منهم واحدة، لا حلو، شعرها ناعم وكويس كتير كده، ومش بيطلع يعني، بشده مش بيطلع، فكويسة وحلوة. وهقول لكم انا عامة الفرش دي، بصوا هو الفرش عامة ملهاش قوانين في الاستخدام يعني، كل فرش انت اللي حسب ما انت بترتاحي يعني. مش مثلا دي بتاعت كذا كونتورنج، لا انا ممكن تبقى بتاعت كونتورنج برتاح فيها في البلاشر جدا. فانا هقول لكم في الفيديو جاي استخداماتي ايه للفرش دي. وكانت الفرش دي بصراحة يعني كويسة، وهما الست كده بيجوا فيهم 10 وحدات، 2 4 6 8 10. 5 اللي هما للوش كله، او 5 تانيين للعينين. هبقى اقول لكم في فيديو ان شاء الله، بعمل فيهم، بستخدمهم ازاي، او استخداماتهم ايه بالظبط. ودي كده يا بنات تقريبا كانت كل المشتريات اللي انا جبتها لحد دلوقتي في شهر واحد. يا رب تكون عجبتكم، ويا ريت لو عندكم اي حاجه تسيبوها لي تحت في الكومنتات. واشوفكم الفيديو الجاي، ما تنسوش تعملوا شير ولايك وسبسكرايب. واشوفكم الفيديو الجاي على خير يا رب، وسلام عليكم.